السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم باذن الله غادي نوجدوا سيجار وبريواس بزوج ديال الحشوات مختلفه. الاولين غنوجدوهم بالكفته، وكذلك الثانيين غادي نوجدوهم بالبطاطا والطون والجبن، مع طريقه احتفاظ بهم في المجمد. وكذلك بالنسبه للبطاطا والفرماج كيفاش ما يطرطقوش لينا سواء في المقله او لا في الفران، كيفاش نحافظوا عليهم. وقبل ما ندوزو نشوفوا الوصفه لابد ما نصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساوش البارطاج ديال الفيديو. يجيو اسمعوا معايا التقرميشه كي دايره، شوفوا معايا كي كيجيو من الداخل ديال الكفته، يجيو روعه منهم، كيجيو ساهلين بزاف. كندوزو هكا بالصوص ديال الصويا، صوص الصويا كيتسوى مع الكفته بزاف، كيجيو باين ولا اروع. وهادو نتاع البطاطا سمعوا معايا التقرميشه، انا كلشي طيبته في الفران، باقيين سخانين، هادو باقيين سخانين يلاه خرجوا من الفران. شوفوا كيفاش معلكه الحشوه. في واحد المقله فوق البوطه غادي ندير واحد جوج ديال البصلات اللي مشلدين رقيق، غنزيدوا ليهم زيت الزيتون، وغادي نخليهم شويه يتشحروا، غير ينزلوا يتكرامليزو شويه، غادي ياخذوا لنا هذا اللون الذهبي كي شفتوا معايا. وغادي نضيفوا ليهم الفلافل، انا ضفت هنايا وحده حمراء عفوا، وحده خضراء وحده صفراء. وغادي نخليهم ينزلوا غير شويه، ماشي بزاف طيب لنا الفلافل. وغادي نضيفوا الكفته، درت هنا انا نص كيلو ديال الكفته، اللي بغى يدير كميه كثيره كيضيف اكثر، او اللي بغى يدير غير شويه كيدير ربعه ولا كيدير نص كيلو. غادي نحل هكا الكفته وغادي نخليها، ما غاديش ندير ليها دابا عفوا التوابل، غادي غير نحلها وغادي نخليها شويه وندير لها التوابل باش تتبل معنا مزيان. وغادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه الشعريه هاد الفيرميسيل، وغادي نخوي عليها الماء غليان، نخليها 5 ديال الدقائق ونرجعوا ليها نصفيوها. كنرجعوا للشعريه نتاعنا بعد ما صفيناها، كنقطعوها بواحد السكين اولا كنقطعوها بالمقص مزيان، وغادي نخليوها جانبا. وغادي نرجعوا الكفته نتاعنا، غنديروا ليها التوابل بعد ما تشربت لنا مزيان. غادي نضيفوا الملحه، راهي درتها واخا ما بانش، ما شدتش ليا عليها الوليد. ودرت الابزار ودرت الخرقوم ودرت القزبور يابس، ودرنا التحميره. انا ما كثرتش التوابل بزاف باش ما يطغاوش ليا على النسمه ديال الكفته. وغادي نخليهم شويه يتشحروا تشرب لنا هذا الكفيسه نتاعنا العطريه. وغادي نضيفوا المعدنوس اللي قطعناه من قبل والقزبور. وغادي نضيف دابا الشعريه نتاع الشينوا اللي صوبناها، ولا الشعريه نتاع الروز، غادي نضيفها. وغادي نخلط هاد العناصر كلهم مع بعضياتهم حتى تاخذ لينا الشعريه حقها من التتبيله اللي درنا وتنسمنا مع الكفيته. وغادي نضيف صوص صويا، انا هنا درت صوص صويا اللي ثقيله، الا كانت عندكم الخفيفه فانتم كتضيفوا واحد 3 المعالق كبار. وغادي نحركهم، نخليها شويه غنحركهم، وغادي نطفيو على المقله ديالنا البوطه. ومن بعد غادي نضيفوا الجبن، وغادي نحركوها ونخليوها حتى تبرد، وغادي نبداو نعمروه. كناخذوا الورقه نتاع بسطيله، انا عندي هنا الورقه نتاع البخار ديال البخار، كتكون زوينه، هي في الحقيقه احسن نوع. غادي ناخذ واحد الكميه اللي غنخدم بها في الاول، والثانيه دائما كنخليوها في البلاستيك الغذائي باش ما كيضربهاش البرد وكتقصح لينا، كتيبس وكتبدا كتقطع لينا في الطي ديالها. غادي نقسم كل دائره على جوج، وكل نصف غادي نقسموا على جوج. غادي نحتاجوا هكذا، غادي نحصلوا على هاد الاشكال هادو، غادي تولي عندنا مقسومه على 4. غادي ناخذهم هكذا، غنبدا نعمر دفعه واحده باش كتجينا التحميره سهله. هاد الطريقه سهله بزاف، دائما الجهه اللي كتكون حرشه فهي كتكون لداخل والملسه كتكون على برا. كناخذ زلافه فيها شويه ديال الزيت باش غادي ندهنوا الورقه، وزلافه فيها الطحين باش غادي نسدوا على هاد البسيطلات ديالنا وهاد الاصابع. كناخذ واحد الكميه من الحشو بعد ما كبردات، انا في الحقيقه بيتها صوبتها اليوم ولا غد اللي عاد درتها، قد ما كتبات الحشوه كتجي زوينه من الاحسن. منها كنقصوا عندنا الخدمه، ومنها كتكون عمليه كتجي احسن. وكنبدا كندير واحد الكميه هكذا كي كتشوفوا معايا في الوسط، وكنلف عليها هكا مزيان، وكندور هكذا ولا كنجمع الجوانب وكنلف. شو معايا بكل سهوله، طريقه سهله بزاف. ملي كنعمروهم هكذا دفعه واحده كتجينا الخدمه سهله، ما كناخذوش وقت بزاف واخا كنديروا كميه كبيره بزاف.
صافي غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه. جربوا البنات هاد الاصابع ولا هاد لينيم هادو، فهما كيجيو لذاذين بهاد الحشوه، كتجي زوينه. اللي بغى كذلك يزيد معاهم شويه ديال القرع الاخضر الكورجيط اولا الجزر، فهما كيجيو زوينين. صافي شفتوا بعد ما طويت كلشي عاد كنبدا كنبلجهم بالدقيق. وغادي نديرو دابا البريوات. غادي ناخذ الورقه غنقسمها على 3 ديال الورقات، غادي ندهنو بالزيت. بالنسبه للبنات اللي غادي يقليو هاد البريوات اولا هاد لي سيغار، فمن الاحسن ما دهنهمش بالزيت. اللي غادي يديرهم في الفران بحال انا غنطيبهم في الفران، ما فيها باس الا دهناهم شويه بزويته. صافي غادي نقسموا الورقه دائما الجهه الحرشه كتكون لداخل والجهه الملسه كتكون على برا. كناخذوا واحد الكميه من الحشو، انا خديت هنا قياس ديال معلقه كبيره. نتوما شوفوا معايا غادي نوضعوا معلقه كبيره هكذا الحشو، كنوضعوها بهذه الطريقه، كنطويو عليها هذا الطرف وكنجمعوا ليها الراس نتاعها، وكنبسطوا شويه بالاصابع ديالنا باش كتعمر لنا البريوه. صافي وكنبداو كنطويو بهذا الشكل. شوفوا معايا الاصبع ديالنا كيفاش كنديروا، وحتى كنكمل بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقه كيجيونا مطويين مزيان وما كتخرج ليناش الحشوه بالمره. صافي غادي نسدهم كاملين بعد ما عمرتهم، غادي نسدهم بالعجينه ديال الدقيق والماء، وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، عاد باش غادي ندوزو نصوبو ديال البطاطا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نشكل معكم وحدين اخرين. انا الورقه قبل ما نخدم بها فانا قطعت ليها هذوك الجنبات نتاعها، كنوضع هكذا كميه من الحشو، كنطوي الطرف الاول وكنبسط الحشوه بيديا، كنبسطها شويه وكنبداو كنلفو. شوفوا معايا من اليمين لليسار، حنا كنزيرو هكذا بالصبيعات نتاعنا باش كيجينا المثلث مقاد وزوين وما كيجيوناش الجناب خاويين، كيجي عامرين. تشوفوا معايا هنا غادي نقرب الكاميرا، كنوضعوا معلقه من الحشو وكنطوي الطرف وكنبدا كنلف هكا بهذه الطريقه، كنبسط هكذا الحشوه بالصبيعتيه وكنبداو كنلفو من اليمين لليسار. طريقه سهله بزاف وبسيطه، وكنسدوها من الجناب ديالها هكا من هذه الحاشيه بالعجينه، وتنكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. بعد ما كنعمروا الكميه اللي عندنا نتاع لي سيجار وديال البريوات، دابا غنوريكم كيفاش نحتفظوا بهم في المجمد. كناخذ هذا البلاستيك هذا البنات راه زوين، هذا اللي كيتسد من الفوق بالنسبه للفريغو، كيحافظ لينا على الاطعمه ديالنا بشكل جيد، ما كيدخلش الهواء وما كتدخلش الريحه الفريغو، كيبقى المذاق زوين بزاف. كناخذ هذا البلاستيك كنوضع فيه واحد الكميه في الاول هكا نتاع لي سيجار اولا ديال البريوات حتى كنعمروهم، وكنوضع البلاستيك الغذائي باش غادي نفرق بين الطبقات باش ما غاديش يلتصقوا ليا على بعضهم. بالنسبه للطياب ملي غادي نبغيو نطيبوهم فحنا غادي نجبدوهم هكذا كما هما مكونجولين، تكون الزيت سخونه كنقليهم مباشره. بالنسبه اللي بغى يقليهم، اللي بغى يطيبهم في الفران حتى يسخن الفران مزيان، وكندهنوهم مقيله بزويته وكنوضعوهم في قلب المقيله، ولا كندهنوهم بزويته اولا اللي بغى يدهنهم كذلك بالصفار ديال البيض. هذه الكميه هي اللي عندي كان هكا باش كنحافظوا عليهم، كنحافظوا فيهم عليهم عفوا في المجمد. وهذه الكميه اللي غادي تبقى هي اللي غادي نطيبوها دابا. بالنسبه للسيجار ديال البطاطا، خديت هنا بطاطا اللي سلقتها بالقشره ديالها مع مليحه. بعد ما سلقناها قشرناها وهي سخونه، غادي نبزطوها بهاد البزاطه ولا بواحد الفرشيطه ولا كنحكوها في الحكاكه. غادي نضيف عليها المعدنوس اللي مقطع والزيتون مقطع وبصيله اللي شحرتها في زويته ومليحه وبزيره، وغنضيفوا الطون، غنضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال السودانيه، وشويه نتاع الاعشاب المنسمه. وغادي نضيفوا الجبن. انا ضفت هذا الجبن ديال هذا الحك هذا زوين بنين، وكذلك كيتقام اقتصادي، كيعطينا تعليكه وبنه لهاد اللينيم ديالنا ديال البطاطا، كيزيدهم مذاق زوين، كيتواتاو مع الطون مع الزيتون، كيجيو يا سلام. وعرفتي ديك البصيله اللي كتعسل حتى كتكاراماليزا، كتعطي مذاق روعه بزاف. نتمنى تجربوها. غادي ناخذ الورقه، انا دائما الورقه كنحيد ليها هادوك الشنيتفات اللي تيكونوا عندها كتكون واقفين، كنحيدوهم وغادي نقطعها هكا ونقسمها على 4.
غادي نخدم باللي غنخدم بيه، غنطلقهم دابا هكا كي كتشوفوا معايا. والثاني غادي نديرهم في البلاستيكه باش ما يضربهمش البرد. دائما الجهه الحرشه كتكون هكا من الاعلى، كتكون الفوق هي اللي كندهنوا بزويته، والملسه كتبقى من التحت ملي كنطويو كتجي على برا. غادي ندهنهم بزويته. بالنسبه اللي غادي يقليوهم في الزيت من الاحسن ما تدهنوهمش بالزيت، لان الورقه كيدهنوها الناس اللي كيصوبوها بزويته بلا ما نكثروا كثرت الزيوتات وحنا غادي نزيدو نقليوهم. بالنسبه لي انا غنطيبهم في الفران، لهذا غادي ندهن الورقه بشويه نتاع الزيت. وبالنسبه للبنات هذه هي السر اللي بغيت نقول لكم باش ما يطرطقوش لينا كيفاش كنحافظوا عليهم وكنقليوهم اولا تنطيبهم في الفران ما كيطرطقوش. بالنسبه لهادو نتاع الجبن فاحنا ضروري ما كنبيتوهم في المجمد حتى كيشدوا راسهم مزيان، باش الجبن اولا الا صوبناهم الصباح ولا العشيه هكا المغرب وجدناهم الصباح بكري وفي المغرب عاد غنقليوهم. المهم خصهم يتكونجولاو باش داك الجبن كيتجمع. الا درناهم مباشره كيف في الفران اولا في المقله فهما كيسيح داك الفرماج وكيطرطقوا كيخرجوا. هذه هي النصيحه. بالنسبه لي انا ديال الكفته فطيبتهم في ساعتهم، مجرد ما ساليت تعمر طيبتهم. اما هادو فبيتهم في المجمد حتى الغد ليه عاد ان شاء الله غادي نطيبهم. هذه هي النصيحه اللي غنقول لكم. وكنستمروا. شفتوا معايا كنوضعوا كميه من الحش، وانا درت كميه كبيره عمرتها دفعه واحده وكنلف بهذه الطريقه هذه. وكنسدو هاد الطرف الاخير هكا بالدقيق والماء، اولا كنسدوهم بالبيض، كل واحد كيسد باللي بغا. صافي شفتوا معايا طريقه سهله باش كنلفوهم، كنعمرهم دفعه واحده وكنلفوهم. كنسدو هاد الطرف الاخير باش ما كيتحلوش لينا في الطياب. ها هما لي سيغار ديال البطاطا بعد ما عمرناهم خليناهم نشفوا شويه، وغادي نديروهم في المجمد كيف باغي قلت لكم حتى الغد لي عاد كنطيبوهم. اي حاجه فيها الجبن فهي من الاحسن تبات ليله كامله في المجمد حتى الغد لي عاد كطيب. بعد ما كنوضعوا واحد الكميه غادي نفرشوا البلاستيك الغذائي وغادي نديروا عاوتاني فوق منهم هكا واحد الكميه صافي. وغادي نشدوا البلاستيك الغذائي مزيان، كنتاكدوا ان خرجنا منه الهواء وسديناهم بشكل جيد وغنديرهم في المجمد. صافي هما لينين ديالنا بعد ما خرجوا من الفران هما كيجيو مقرمشين، كيجيو اسمعوا معايا التقرميشه كي دايره. شوفوا معايا كي كيجيو من الداخل ديال الكفته، كيجيو روعه منهم، كيجيو غزالين بزاف. كندوزوهم هكا بالصوص ديال الصويا. صوص الصويا كيتسوى مع الكفته بزاف، كيجيو باينين ولا اروع. وهادو نتاع البطاطا اسمعوا معايا التقرميشه. انا كلشي طيبته في الفران، باقيين سخانين. هادو باقيين سخانين يلاه خرجوا من الفران. شوفوا كيفاش معلكه الحشوه زوينه. شوفوا معايا التعليكه كيجيو روعه منهم، تيجيو غزالين بزاف. هادو هما لينين ديالنا من الحشوات نتاعنا اللي درنا. شفتوا معايا خرجنا منهم بريوات وخرجنا منهم لينين. نتمنى يعجبكم ان شاء الله، وصحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.